يا مساء السعادة والهنا على أحلى وأغلى عيلة في الدنيا، عيلة رانيا ميكس. ازيكم حبايب رانيا؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة بقى إن شاء الله جايبين أسرع وأسهل تحلية هتعمليها في الساعة اللي احنا فيها دي. بصي، هتدعيلي دع السنين، ولا بيض ولا لبن ولا زبدة. هي ممكن بس كل اللي هنحتاجه هي بيضة واحدة بس اللي هنحطها، وهتطلعي اللذاذة والجمال والهشاشة والطعم اللي مفيش منه ده. تقدري تعمليها سادة زي ما انت شايفاها كده، وتقدري تحشيها بالشوكولاتة او نوتيلا عندك، او عايزة تخليها حادق ممكن نحط جبنة، ممكن تحطي مربى. بصي، متاح لك اي حاجة في العجينة بتاعتنا النهاردة، متاح لك كل شيء، وكل ده بمية ودقيق فقط لا غير، وبيضة واحدة بس. مش هنستعمل غير بيضة واحدة فقط لا غير. شايفين الجمال؟ مفيش احلى ولا ألذ من كده، ولا اوفر ولا اسهل من كده، بجد والله العظيم ما فيش اروع من كده. يلا بسرعة، معايا هنا كوباية من المية وبيضة واحدة بس زي ما احنا اتفقنا، مش هنحط اكتر من كده، بيضة واحدة. ومعايا كيس فانيليا، وهنزل ب3 معالق كبار من الزيت، وهقلب الخليط بتاعنا ده. طبعا انت تقدري تحطي لبن براحتك. وبنزل هنا، انا بوريكي الكوباية دي انا مش هحطها كلها، انا خدت منها حوالي 2 معلقة كبار من السكر. ولو انت هتخليها حادق يبقى هتخليها معلقة واحدة بس، وبرضو تقدري تحطي بدل 2 معلقة تحطي 3 لو هي مسكرة. وبنزل معلقة كبيرة من البيكنج باودر او 2 معلقة صغيرين من البيكنج باودر. عندك كيك شيف مش هيقول لا طبعا. وهننزل دلوقتي باول كوبايه من الدقيق، وبقلب كويس قوي. انا بدلت طبعا المضرب بمعلقه خشب عشان اعرف اقلب كويس. وبنزل دلوقتي بتاني كوبايه من الدقيق. دقيق ايه؟ اي دقيق، دقيق بجميع الاستعمال. بتجيبيه سايب مغلف براحتك زي ما انت عايزه، اي دقيق عندك مش هيقولك لا. ودي طبعا تالت كوبايه معايا انا نزلت بيها، وهبتدي بقى اعجن بايدي علشان اعرف احس بملمس العجينه بتاعتي. هنا بقى طبعا كلنا عارفين ان كل الدقيق، اي دقيق بيختلف عن الدقيق، يعني انواع الدقيق بتختلف عن بعضها. فانا بنزل معايا هنا بنص كوبايه من الدقيق، وبنزل بيها بالتدريج لحد ما العجينه بتاعتي تلم وتبقى طريه خالص معايا بالشكل اللي انتي شايفاه ده. يعني المقدار بتاعنا خد معايا 3 كوبايات ونص من الدقيق بالظبط زي ما انا بقولك كده. شايفاها؟ انا عايزاها بالشكل اللي انتي شايفاه ده. هنغطيها بقى دلوقتي مع بعض ونسيبها حوالي 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير قوي، مش هسيبيها كتير. وببتدي دلوقتي افردها وهقطع منها بالشكل اللي انتي هتشوفيه دلوقتي. تعالي بقى للحشو. انا عندي طريقة بحشيها، بعمل بيها حشو شوكولاتة من غير شوكولاتة، وبتبقى طريقة تقيلة. الشوكولاتة بتاعتها بتبقى شوكولاتة تقيلة، ان هي ما تقعش منك اثناء التسوية في الفرن او لو هتحمريها بالزيت. ازاي؟ لو انت عايزة مني طريقة الحشو بتاعتك الشوكولاتة دي، اكتبي لي في الكومنتات يا قمر، وهنزل لك بفيديو سريع وهعملها لك، وهتشكريني عليها شكر السنين، لانها بتوفر عليكي كتير جدا. يكفي ان انت هتوفر عليكي ان انت تجيبي شوكولاته، وفي نفس الوقت اللي هياكلها هينبهر بجمالها. بس انت قولي لي وانا معاكي وتحت امرك يا قمر. بنقطع زي ما انت شايفه كده بالطريقه دي، وباخد بقى بقيه العجينه بتاعتي. انا دلوقتي بحشي، بس شايفين الحشو تقيل ازاي؟ حشوه الشوكولاته تقيله خالص، يعني بتساعدك بصي تعملي كل اللي انت عايزاه بطريقه تحفه، والطعم لا يوصف. وبرده بقول لك وبعيد عليكي، عايزاها قولي لي في الكومنتات وانا هنزلك الطريقه في الفيديو اللي جاي على طول. بنزل بقى هنا بعد ما بخلص الكميه اللي انا قطعتها. طب انا يا رانيا مش عايزه افرد وما عنديش خلق للفرد، هقول لك هتعملي ايه دلوقتي حالا. طبعا انت لازم تقفلي كويس قوي علشان ما تفكش منك اثناء التسويه. بشوكه زي ما انت شايفه كده بايديكي، تتاكدي كويس قوي ان انت قفلتيها بايديكي براحتك زي ما انت عايزه. ممكن بالطرف كده تعمليها بكوبايه تبقى اتقفلت جامد عشان تقفلي الاطراف براحتك كويس قوي، وتتاكدي علشان ما تطلعش منك وتضايقك في اثناء التسويه. تعالي بقى يا ستي، بعد انا طبعا بوريكم انا بعمل اكبر كميه. عايزه اقول لك ال3 كوبايات ونص دول بيطلعوا معايا كميه رهيبه رهيبه. احنا بسم الله ما شاء الله يعني العائله، فطبعا
عايزه اقولك كله بينبسط جدا جدا جدا. وفي حاجه ما بتاخدش معاكي اي وقت واقتصاديه فوق ما تتخيلي. والله ما هتلاقي اقتصاد، يعني تحليه اقتصاديه بالشكل اللي انت شايفاه ده. شايفه بتاخدي وبتقطعي منها وبتفردي على طول وتحشي. الحشوه مساعداكي جدا، اللي انا بقولك عاملاها تحفه، مساعداكي جدا تشكلي زي ما انت عايزه. وبنزل دلوقتي بقى بالزيت بتاعنا، بيكون سخن مش سخن قوي، يعني مجرد بس ما الاقيه يعني احط حته عجينه صغيره الاقيها بدات تطلع فقاقيع، بنزل على طول بالفطاير بتاعتي او المعجنات بتاعتي السريعه او التحليه زي ما تسموها. بس النتيجه فوق الخيال. شايفين من ايه بقت ايه؟ احنا كنا حاطينها قد ايه وبقت ايه؟ شايفين الجمال؟ ومن جوه بقى هشه قطن، خفيفة جدا جدا وما بتشربش زيت خالص. اتحداكي لو شربت معاكي زيت بجد هتدعي لي دع السنين على العجينة الجميلة اللذيذة الاقتصادية اللي معانا النهاردة، وهتعملي احلى تحلية في اسرع وقت. في برد الشتاء دي بتدفي والكل هيطلبها منك مرة واتنين وتلاتة. بس امشي على نفس الخطوات وان شاء الله هتقولي لي ما اكلتش زيها. ولو وصلتي معايا لحد دلوقتي اوعي تنسي رانيا حبيبة قلبي باللايك الجميل بتاعك يا قمر. ويا رب الفيديو يكون عجبكم واشوفكم كلكم بصحة وسعادة، اللهم امين. وتزيدوا دايما ما تنقصوا من حياتي يا احلى واغلى واجمل عيلة في الدنيا، عيلة رانيا ميكس، عيلتي انا حبيبة قلبي. وادي الفيديو بتاعنا. اذا بقى رايكم بسرعه تقولوا لي ايه رايكم في الجمال ده. شايفين ما بتفتحش. اقصى حاجه اللي انت شفتيها دي وكده تعتبرش ان هي اتفتحت معاكي، بس باكد عليكي اكدي بس عليها في التقفيل بالشوكه وانت بتقفلي على الاطراف. علشان ايه؟ علشان ما تفتحش معاكي. هي فعلا ما بتفتحش خالص وجميله، والحشو بيفضل زي ما هو ولا كانها محشيه يعني. وبصي ايه كمان، الزيت، كميه الزيت ما بتقلش خالص معاكي. شوف انا عملت الكميه كلها. وعايزه اقول لكم انا ما مش عايزه اسرع الفيديو عشان تشوفيها الطبيعه. شايفه الفتحه اللي اتفتحت بتقف على كده، والله بتقف على كده. فبرضو عشان نتلاشى حاجه زي كده انت برضو تاكدي انك انت قفلتيها كويس جدا معاكي عشان ما تتفتحش نهائي، وهتديكي النتيجة الروعة دي. وبأكد لك كل اللي هياكلها من ايدك هيطلبها اكتر من مرة ودايما. ده بس والله بجد مش هتزهقي من عمايلها لانها في منتهى السهولة اللي في الدنيا. يلا بقى قولوا لي ايه رأيكم بقى، وهستنى رأيكم في الكومنتات تحت يا قمر، وتقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو بتاعنا النهاردة. والف الف هنا. ويلا نشوف بقى القمر ده شكله ايه معانا. وبسرعه كده شايفين الجمال؟ شايفين حشوه الشوكولاته بتاعتنا؟ ايه ده؟ اللي يشوفها هيقول ايه؟ هيقول ده عجوه. يلا بقى ما تنسيش لايك الجميل بتاعك. والف هنا وشفا حبيبه قلبي، والف هنا. باي.